السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة معانا فيديو جديد. عاملين بقى شوية قرص كده معجنات جميلة كده وسهلة وتنفع بقى معانا فطار عشاء. لو حد رايح مشوار كده بيحب إنه ياكل منها جميلة. بس كالعادة ياريت قبل تأجيله متنسوش اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ولا نسمي بسم الله. هنعمل هنا الخميرة للعجينة بتاعتنا. معايا هنا كوباية لبن رايب على كوباية لبن حليب، قلبتهم في بعض وحطيت عليهم معلقتين سكر ومعلقة خميرة. وهبدأ احط بقى هاخد يعني من الدقيق حوالي كوباية دقيق كده او كوباية ونص دقيق علشان بس اعمل العجينة اللي هنخمر بيها العجين بتاعنا. وحطيت معلقة خل برضو، يبقى انا حطيت هنا مع الخميرة الاولانية معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر، معلقة خل، معلقتين سكر واللبن، وحطيت الدقيق وقلبته كويس وسبته بقى لحد ما يخمر، يعني يتضاعف حجمه كده زي ما احنا شايفين. العجينه دي الخطوه دي بتعمل طراوه للعجينه وبتخليها معايا حلو. معايا بقى بعد العجينه ما خمرت بيضه، احط عليها ذرتين فانيليا، كوبايه سمنه على زيت مسيحاهم، هنزل بيهم برضو على العجينه، وهنزل بقى بقيه الدقيق معايا، وهحط ذره ملح طبعا على الدقيق، نص معلقة ملح صغيرة كده، وهبدأ أعجن العجينة بقى كلها بالخليط اللي احنا عاملينه في الأول. الخليط ده بيدي طراوة حلوة للعجين. والبيضة اختياري، لو مش حابين تحطوا البيضة برضو اختياري. هي هتبقى معايا عجينة كويسة بالخطوة اللي احنا عملناها في الأول. هسيبها بقى تخمر كده لحد ما يتضاعف حجمها كده زي ما احنا شايفين. وهبدأ اقطعها بقى التقطيعة اللي احنا عايزينها. يعني عايزين مثلا هنعمل قرصة كبيرة، هنعمل التشكيل طبعا على حسب ما احنا عايزين. يعني انا عملت هنا قطع كبيرة وقطع صغيرة على قد التشكيل اللي احنا هنعمله، بالقطع اللي احنا محتاجينها، يعني المقدار اللي احنا محتاجينه. فقطعت كده الكمية كلها قطع كبيرة وقطع صغيرة كده علشان ابدأ اشكل. هسيبها ترتاح كده حوالي 10 دقايق. معايا بقى هنا خليط التوريق. خليط التوريق ده حلو برضو، هنورق بيه يعني نص كمية كده، يعني مش كتير. لو حابين نعمل العجينة كلها بنفس الطريقة بالتوريقة اللي احنا هنعملها، الطريقة دي جميلة قوي، بتورق معايا العجينة وبتخليها معايا جميلة يعني وخفيفة وهشة خالص. هبدأ بقى اخد كده الكور اللي هي قد بعضها، وهفردها، يعني الفرد السمك يعني مش تخينة او مش رفيعة كده. وهبدأ احطها بخليط التوريق. خليط التوريق معلقتين زبدة مذابة عليها معلقة دقيق، وهقلبهم في بعض زي ما احنا شايفين. وهبدأ ادهن القطع اللي هفردها. يعني كل ما افرد قطعة كده هدهن بالخليط الزبدة مع الدقيق كده بين الطبقات وبعضها، علشان تدينا توريقة حلوة للعجين كده وتخليه معايا هش وحلو. الطريقة دي بتخلي العجينة هشة وجميلة ومورقة وخفيفة خالص. هعمل بقى الطبقات حوالي 4 طبقات، يعني هفرد 4 كور، وهفرد وهدهن بين كل كورة وكورة من الخليط. اخر طبقة طبعا مش هدهنها، وهدخلهم بقى التلاجة يرتاحوا على ما اخلص بقيه العجينه معايا. لو احنا زي ما قلت لكم، لو احنا عايزين نعمل كل الكميه معايا زي ما احنا عاملين، انا هنا عامله كيلو دقيق. لو احنا برضو عايزين نقلل الكميه شويه نعمل نص كيلو مفيش مشكله. انا عامله كيلو دقيق علشان هعمل كذا تشكيله يعني للمعجنات. بقى هعمل طريقة تانية اللي هي طريقة العجلة. هحط بقى برضو الحشوة اللي احنا عايزينها. لو عايزين جبنة، انا عاملة هنا ملبن وعجوة وجبنة بالتشكيلة اللي احنا عايزينها. هفرد الكورة كده مستطيل، يعني او مربعة برضو مفيش مشكلة. وهفردها كويس، وهحط بقى الحشوة اللي احنا عايزينها، ملبن او عجوة او جبنه اللي احنا عايزينه. هديلها هلف بس قطعه كده على الحشو، وهبدا اقطع بالسكينه مش للاخر علشان الفها وتدينا شكل العجله كده المشرشطه. هبدا اخلص بقى الكميه، وهعمل بطيره، هعمل يعني اشكال كتير. طبعا الاشكال براحتكم اللي انتوا عايزين.
دي العجينة المورقة اللي احنا عملناها في الاول. لما ارتاحت، لما خلصت بقى العجين معايا كله وارتاحت، بدأت بقى اطلعها من التلاجة وهفردها بقى مستطيل خالص كده زي ما احنا شايفين، وهبدأ ألفها رول بقى. في الخطوة دي لو احنا حابين نحشيها بنحشيها، لو احنا مش عايزين بنعملها كده. انا هنا برضو عملت حبة من غير حشو وحبة بقى بحشو الجبنة، يعني بعد ما قطعت كده القطعة اخدتها ولفتها كده ميني خفيفة كده، زي رغيف صغنن كده، زي سندوتش كده بس صغنن يعني. بتبقى مورقة برضو جميلة حلوة يعني. عايزة اقول لكم التوريقة اللي احنا عملناها في العجين مديالها هشاشة حلوة وخفيفة كده. هقطع بقى الكمية بقيتها كده وهحطها يعني زي ما قلت لكم احنا عملنا كده بقيتها يعني من غير حشو. هنجيب بقى الاربع كور اللي احنا عاملينهم التانيين. عملت هنا ايه, 8 كور يعني. عملت هيبقوا قطعتين يعني. الاولانيه عملتها كده فيها حشو ومن غير حشو، والتانية بقى فردتها مستطيل كده زي ما احنا شايفين. وهحشيها بقى جبنه كلها وهلفها رول كلها وهقطعها. هتبقى زي الباتيه كده مورقه ومحشيه جبنه برضو، هتبقى شكلها حلو. وكمان التوريقه اللي احنا عاملينها فيها مديلها طعم حلو وخفيفه وهشه وحلوه. هورق كده برضو، هفردها كده وهحط فيها الجبنه وهلفها رول برضو وهقطعها تقطيعه الباتيه كده. اللي عايزه اقول لكم العجينه دي حلوه ما شاء الله، خمرانه وهشه وخفيفه وحلوه. وتنفع كمان للمدارس كمان للولاد يعني. حلوه عشاء كوبايه شاي بقى كده في الفطار يعني، حاجه حلوه كده ما شاء الله. هخلص بقى الكميه وهسيبها ترتاح حوالي نص ساعه او ساعه. احنا عاوزين حجمها يتضاعف كمان علشان تبقى معايا هشه وحلو. معايا ده الزبدة اللي فاضلة بالدقيق اللي انا كنت عاملاها. ممكن ندهن بها وشها، ممكن ندهن بزبدة من غير يعني زبدة سادة، وممكن ندهن ببيض برضو. اللي مش حابب يدهن ببيض بيدهن بزبدة كده زي ما انا دهنت. بتبقى حلوة. ممكن ندخلها برضو من غير دهان ونسيب الخطوة دي لما تطلع من الفرن ممكن ندهنها زبدة برضو يعني. ممكن العجينة بعد ما تطلع من الفرن ممكن ندهنها زبدة، ولو مش حابين خالص ما نحط. انا هنا ما حطيتش بيض في وش العجينه. اللي حابب يحط يدهن بيضه بشويه لبن كده وحطهم ممكن برضه. انا هنا ما حطيتش بيض في وش العجينه علشان احنا حاطين بيضه في قلبها، فبلاش. هي عملت لي بقى ب3 صواني كده زي ما احنا شايفين بكل الاشكال بتاعتها. كل صينيه كده بالشكل بتاعها. الصينيه اللي فيها الباتيه كده وشها خد لون كده شويه، معلش وارد يعني بيحصل. بس جميلة ما شاء الله يعني. هي حاجة بسيطة كده من على وش المعجنات يعني، خفيفة مش قوي يعني. بعض وحدات اخدت شعفة خفيفة كده معلش، بس هي طعمها جميل ما شاء الله يعني ومورقة. عايزة اقول لكم خطيرة خطيرة يعني الطريقة دي. وانا عملت هنا برضو ضفاير كده حلوة. يعني اشكال كده اللي انتوا عايزين تعملوه في المعجنات. طبعا متاح كل الاشكال اللي احنا عايزينه قدام العجينة يعني مرتاحة معايا وخمرانة حلوة، نقدر نشكلها بالطريقة اللي احنا عايزينها. جربوا بقى الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش في لايك وشير ودعوة حلوة. السلام عليكم.